السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من منطقة الجنوب. طبعا الآن المنطقة دي قبل الباحة، أجواءنا عليلة. يا سلام على المنظر، شايفين كيف؟ ما شاء الله تبارك الله. يا مرحبا، يا هلا وسهلا. ترى على فكرة الرحلة برعاية أبو هاشم. يا ليتها أنا أدور واحد برعايتي يرعاني. لا والله ما قصرت، استمتعنا معاك الصراحة. اي والله الطريق ده جميل جدا اللي هو الطريق السياحي. ايه ايش كانت الفكرة؟ طبعا أنا بت في الهدى وهو جاني من مكة. أنا أحب دائما أجي مع ذا الطريق. أيوة. وفي الروح وفي الرجعة مع الطريق اللي هو المعتاد. حلو. اللي يمر على الأطاولة. بس يا أخي الطريق ذا يجينا معاه روعة. أيوه حلو مرة. تقدر بس تعطيهم وصف كذا على السريع؟ تجيك لوحة مكتوب السر 14 كيلو كأنك رايح على الطريق السريع المعتاد. طيب بس تطلع أول ما تطلع من المخرج يجيك اللوحة اللي شفتها. أيوة. اللي هو بني ساعد الطريق السياحي. طب أنا لو كتبت بني سعد ولا ميسان دي؟ اكتب بني سعد او ميسان. ايوه اكتب يجيبني مع الخدام. ترى الطريق اللي دخلنا معاه قدامه بمسافه ايضا مخرج زيه مكتوب الطريق السياحي. ايوه بس راح يختصر لك، ما راح يجيبك مع لا انا ابغى نفس الطريق حقنا. اكتب ميسان مثلا. اكتب بني سعد. بني سعد. ايوه يعني بعد الهدى اكتب بني سعد. اكتب بني سعد يجيبني مع الخدام. بس تطلع من الهدى ومن الهدى. ايوه عشان اللي يروح يوديك مع طريق ثاني. اكتب أيوه. بني سعد ويجيبك. حلو ممتاز. أيوه. ممتاز. وقفنا في المكان الجميل ده. حسين حلوان يضبطنا الغداء. يا سلام. هذا اليوم الثاني بتنا في منتزه الأمير مشاري. منتزه جميل، والجميل فيه قدامنا هنا دورات المياه جنبك على طول. المكان صراحة ينفع للعوائل، ممتاز للعوائل. هذا اليوم الثالث مع الكابتن حسين حلواني. هذا المكان مرة عجبنا، مرة جميل. كيف الوضع؟ جلسة رايقة والله. هدوء. ايوه اهم شيء الهدوء صراحة. وجو ممتع جدا جدا. عشان ما ادعس فرامل تنزل بشويش راحت. طيب كذا احنا ودعنا الكابتن حسين حلواني، هو نزل على مكة وانا نزلت على تنومة. الان متجه الى منتزه الشرف. يا سلام على الظلال اللي قدام، انتم شايفينها؟ ما شاء الله تبارك الله. جميل المكان. يا سلام على الأجواء الجميلة.
الأجواء الليلية في تنومة. جميلة المنطقة. طبعا المبيت حيكون في السيارة. الأيام اللي فاتت ترى كلها نايم في السيارة على فكرة. أنا عندي المقاعد تنزل وأركب المرتبة بالشكل ده، واسعة ومريحة للنوم. افطرنا في المكان هذا والآن مكملين طريقنا إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، منظر رهيب. يا سلام، منظر جميل جدا. خط كله منحدرات، بس خط جميل، خط جميل. لا تكثر من استخدام الفرامل لكي لا تفتقدها، استعمل الغيار المنخفض. طبعا انا غير عندي تماتيك واغيره عادي. الان السياره ماسكها في النمره الاولى وشاير رجع عن الفرامل زي ما انتم شايفين، شاير رجع عن الفرامل. خلاص عند الضروره تستخدم الفرامل. الان السياره محشوره زي ما انتم سامعين صوتها كيف. مثلا اللفه ذي خلاص دعسه بسيطه على الفرامل وترفع رجلك. كذا امورك بالسليم يا حبيبي، ما تسخر معاك الاوبات. والله كريم، والله كريم، الله يسهلها. يا سلام، ايش الدخله الجميله هذه. والله شقين الخط بين الصدع هذا. جميل جميل الطريق. اسجل لكم اسم العقبه والله ما انا اعرفها. والله منحدر جامد. خلينا نستخدم الجير الاول. والله جامده ذي، يمكن هذه اقوى منحدرات. والله اثر سيارات مفحطه هنا يا راجل. الله عليك، الله عليك، شوف منحدر كيف. عجيب عجيب. يا سلام يا سلام. هذه صراحة أقوى منحدرات مرت علي هنا في الجنوب إلى الآن. منحدرات جامدة. طبعا الطريق ذا من تنومة إلى رجال ألمع. ما شاء الله الجبل اللي قدامي مو هو باين من الرياض. نزلنا على المنطقة. أول ما نزلنا العقبة يجينا وادي بقرة، والمنطقة ذي اسمها قوافل، منطقة قوافل. يا الله المحل والمسجد وراه، ذكريات، محل قديم شكله. يا سلام، البقر يرعى هنا والكلب مو عاجبه وضعي. هذه منطقة بعد محايل عسير صراحة، الغطاء النباتي فيها أخضر بالشكل هذا. منطقة حلوة والجو فيه زي الضباب كذا، موضح الجبال، ما شاء الله الجبال خضراء.
هذه الطبيعة أو الخضار اللي نتكلم عنه. شوف كيف ما شاء الله تبارك الله الجبال خضرة بالشكل هذا. هذه المنطقة بداية جبال المع، خضار ما شاء الله تبارك الله. هذه المنطقة اللي أنا أبغاها. ما شاء الله على الطبيعة، جدا أعجبتني المنطقة. زي ما انتم ملاحظين الخضار كيف. صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا سلام. شلال، لقيت شلال. يا سلام، هو بس ناقصه شلال. المناظر دي كلها بس ناقصها شلال. يا سلام على المنطقة جدا عجبتني. شايفين الشلال؟ طبعا الامطار ما هي قوية، لو كانت قوية يكون اقوى من كذا الشلال، بس الشلال ما شاء الله جميل جدا. خاصة المنطقة اللي حواليه كلها خضرة بالشكل ده. طبيعة والله. حياتي بكم. نبغى نطلع الشلال فوق نستمتع فيه. يا سلام يا ممر، عجبني. يا سلام الله عليك. جميل جميل بارد. يا سلام المويه باردة. رهيب رهيب. الطريق يا سلام على المكان اللي وصلته. هذا الطريق اللي جيت معه. يا الله والله الطرق هذه ضيقة، يا دوب سيارة تمشي معها. معلش وخرنا على الشيول جاي من هنا لأن الخط مرة ضيق. يا سلام في قلب الطبيعة، هدوء جدا. يا الله يا سلام الطبيعة.
منطقة حسوة، اعتقد اني نطقتها كذا، اسجلها لكم. على العموم هي تيجي تحت هنا، تمام. انا ما ابغى اوصلها تحت، بس الطريق لها مرة ممتع، مرة جميل، واماكن حلوة زي ما انتم شايفين. يعني وقف في اي مكان واستمتع. يا جمال المنظر، شايفين البيوت اللي قدامي؟ جميلة جميلة وقديمة جدا. كيف كانوا ذول عايشين هنا؟ طريق جدا صعب جدا صعب. يا الله، اوه يا المنظر، يا سلام. شايفين كيف؟ اجواء حلوة، اجواء حلوة. يا سلام، شايفين الضباب كيف عانقنا؟ عانقنا السحاب، عانقنا السحاب، ما شاء الله. يا سلام، منظر جميل، منظر جميل، منظر جميل. يا سلام، شايفين كيف الدنيا كلها تحتي؟ يا الله، صار الكاميرا ما تجيب المناظر اللي تحت. الله، الأجواء ممطرة الآن، مطر رذاذ زي ما انتم شايفين. الدنيا تحتنا خلاص كلها غيم، الرؤية انعدمت تحت. بسم الله توكلنا على الله. ترى على فكرة ما فيه شيء محدد، امشي على حسب الاوضاع والاجواء، امشي، ما في شيء يعني مرتب. الى الان المطر مستمر رذاذ يعجبكم. شوف طلع مكان الحين. ما شاء الله تبارك الله، امطار جدا جميلة. يا سلام، يا سلام، يا جمال الطبيعة. هذا كوخ العسل، قريب من المنطقة هنا. سجل اسمه في جوجل وانبسط يا حبيبي في الطبيعة. جميلة المناطق ذي. هذه قرية رجال الماء، ما شاء الله تبارك الله. صراحة بنيان الحجر شيء رائع جدا، هذا اللي يميزها. شايفين كيف؟ بس أنا يهمني هنا الأودية صراحة، رهيبة رهيبة. والله الوادي جميل ما شاء الله، والدرون تعلقت في شجرة بالقوة جبتها. يا سلام يا نجوى، شايفين؟